السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حبيبات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو زوين ونتمنى يعجبكم. قبل ما نبداو ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الطريقة الصحيحة باش نصاوبوا الكانصاص. الطياب ديالهم كيجيو لذاذ بزاف بزاف، ونتمنى يعجبكم الفيديو. غادي ندير الكانصاص في المقله ونزيد عليها الزيت، وغادي نقليها شويه نقلي الكانصاص ديالنا في الزيت. ملي يتقلاو شويه غادي نزيد عليهم الثوم. صافي انا بقيت نقلبهم حتى تقلاو شويه. دابا غادي نزيد الثوم. عندي هنا راس ديال الثوم طحنته بحال هذا الشكل هذا. غادي نقليهم عاوتاني مع الثوم، نقليهم شي شويه باش تدخل لهم الريحه ديال الثوم. هاد الطريقه زوينه بزاف، كيجيو زوينين بزاف في المذاق. دابا غادي نخليهم يتقلاو، غادي ندوز نقي البصله ونقطعها طريفات صغار. ها البصله راني قطعتها. دابا غادي نديرها فوق الكانصاص وغادي نخليها تقلى مزيان. صافي دابا غادي نزيد الملح. غنزيد الملح والعطريه والتحميره ونقلي هادشي مزيان مزيان. السر ديال هاد الكانصاص باش يجيو لذاذ بزاف، هذه هي الطريقه الصحيحه. ولا جربتوهم اكيد غادي يعجبوكم وغتبقاو ديما ديروا هاد الطريقه.
دابا غادي نزيد القزبر والمعدنوس ونزيد عاوتاني نقليه مزيان. ودابا غادي نحك مطيشه ونزيدها حتى هي بحال هاد الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف. صافي ونزيد واحد شي شويه ديال الماء ونقص البوطه ونخليها طيب على خاطرها. صافي الكاسه ديالنا طابت، ها هي شفتو كتجي زوينه بزاف والمنظر ديالها هو باين. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. يلا بسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه.